فتحت بقها. طبعا امبارح انا خلصت شغل وجيت النهارده الصبح قاعد من الشغل، عندي مشكله في السياره دي، المعلم عكش فيه مشكله في الراديتور. تمام، فلو جبته جديد يكلفني 350 400 دولار اقل حاجه يعني. فانا رايح الجنكر دلوقتي عشان اجيب له واحد من هناك، اتصلت عليهم وحصلت واحد حسبة 100 120، عشان الناس اللي جايه امريكا تعرف برضو انه في حاجات توفر لك في السياره. الجنكر وانا عامل عنه حلقه، اللي ما سمعش الحلقه يسمعي، وهنروح الجنكر دلوقتي مع بعض ونشوف الحقيقه ايه القطعه اللي هجيبها للمعلم عكش. وصلت الجنكر زي ما قلت لكم، طبعا دي كلها سيارات. طبعا اول ما توصل بتخش الاوفيس اللي هناك دي اللي وراي، وتديهم موديل السياره بتاعتك والحاجه اللي انت محتاجها. طبعا انا محتاج راديتر، قلت لهم عليها وعلى موديل السياره والسنه، وقالوا لي موجوده عندي. تمام. وبرضه في نفس الوقت حبيت اسال على السياره الثانيه بتاعتي، على التيارات العجل يعني، لان اوفر واحسن هنا. قال لي صراحه احنا ما عندناش. فقلت له هل الجنكرت كله اللي في المدينه ما بيبيعوش التيارات ولا انتوا بس؟ قال لا احنا بس. تمام. فالجنكرت يوفر لك حاجات كتير، وانا قلت لكم عامل حلقه اسمعوها. ودلوقتي انا لقيت الراديتر وقلت لهم عليه في الاوفيس وجهزوه لي وهروح استلمه. تايرات هنا ما فيش، قال لي بس في اماكن تاني، مرايه مثلا عربيتك، اي حاجه محتاجها هتلاقيها في الجنكر. في واحد ممكن يقول لك انت بخيل يا عمده ومش عارف ايه، روح هاتها جديدي. لا، طب وليه؟ انت تقدر تجيبه من سيارات زي كده وسيارات جديده. السيارات دي بس اللي مخبوطه اللي مش عارفيها، تاخذ الحاجه اللي انت محتاجها وتجيبها بدل ما تروح تشتريها جديده. وممكن واحد مثلا يكون جاي جديد ومثلا شغله على كده، بدل ما يروح يدفع الحاجه من المحل ياخذها طقطقيا، مثلا لو الحاجه ب 600 ب 700 ممكن تلقاها هنا ب 150 ب 200. اغلب الصناعيه بتوع الميكانيكيين مع يجوا الحاجات ياخذوها من الجنكرت ويركبوها للناس اللي تصلح زي كده لما يكون سيارته عطلانه ويستفاد هو. وفي ناس ما تجيب جديد على حسب يعني، برضه عشان ما نظلموش الصناعيه ويزعلوا منيني. فالجنكرت زي ما انتم شايفين هلف لكم الكاميرا وشوفوا اياه معاي. شايفين دي كلها سياراتها وسيارات جديدة، طيارات مش عارف ايه، مرايات اللي انت محتاجه. وانا جيت بس اخذ راديتر للبيك اب بتاعتي فورد 150، طلعه لي من السيارة دي اللي هنا دي، هيدي فكوا من هنا وخدته. شايفين؟ تمام. وقلت له عايز مرايه برضه، قال لي افكرك المرايه دي، قلت له لا بس المرايه دي صغيره. فالجنكرت في كل حاجه، وهوريكم الراديتر اللي اخذته من عنديكم اهو. طبعا عندنا دي وعندنا دي. طبعا كنت متصل على صنايعي من نيكست دور، التطبيق اللي انا قلت لكم عليه، قال لي اجيب لك دي ب 100 وقال لي اجيب لك دي ب 300، يعني 400 على بعض. انا جبت دي وجبت الراديتر والهوز ده او الخرطوم ده يعني، والراديتر دي جبتهم على بعض ب 100 دولار، وده الرسيت بتاعهم. ففيها توفير كبير يعني للناس اللي حابه تصلح سياراتها او حصل عندك عطل في سيارتك. وسالته برضه وقلت له لو مثلا ما اشتغلش عندي في السياره او فيه مشكله، قال لي عادي تقدر ترجعه ما فيش اي مشكله، بس انت وتركب فيه صوره لي فيديو عشان اعرف الخلل فيه. فبس دي مجرد للتوضيح عشان اي حد لو حابب يشتري بدل ما حد يستغلك، تيجي الجنكرت وتاخذ اللي انت عايزه لعربيتك. اغلب الميكانيكيه مع يصلحوا سيارات ويبيعوا سيارات مع يجوا ياخذوا حاجاتهم من الجنكرت هنا. ودي بس معلومه لكم. السلام عليكم.